المغرب معروف بصناعة النسيج والخياطة اللي كتصدر لماركات عالمية، ولكن وراء هاد الأقمشة والملابس كاين واقع مر ومعاناة كتخلي آلاف العمال والعاملات يعيشوا الجحيم كل نهار. عاملات وعمال كيخدموا ساعات طوال كتوصل حتى ل 12 ساعة في النهار، والأجر بزاف منهم ما كيوصلش حتى للحد الأدنى للأجور، وفوق هادشي الأجور كتأخر أو كتجي ناقصة. بزاف من المعامل ما عندهاش شروط السلامة، معامل وسط الأقبية بلا تهوية، بلا مخارج طوارئ، وحوادث كتوقع بزاف بحال فاجعة طنجة اللي غرقوا فيها عمال داخل معمل سري في القبو. كتير من العاملات خدامين بلا عقود، بلا ضمان اجتماعي، بلا تأمين صحي، بمعنى أي مرض ولا حادثة كتخليهم وحدهم يواجهوا المصير. وكاين قصص صادمة بحال عاملة كانت حامل وتعرضت للنزيف داخل المعمل وما لقاتش حتى مساعدة إنسانية، غير ضغط وتهديد بالفصل. الوقوف الطويل، الجلوس المتواصل، الماكينات القديمة كيسبوا آلام في الظهر والعظام، مشاكل في العينين وحتى الضغط النفسي، ومع ذلك ما كانش أي رعاية. الأغلبية ديال اللي كيخدموا في المعامل نساء، وكيتعرضوا لمضايقات، تهديدات، وحتى حرمان من حقوقهم وقت الحمل أو المرض. وسط هاد المعاناة كاين أمل. النقابات والعمال بداو كيناضلوا على حقوقهم، الأجر العادل، ظروف إنسانية ومعامل آمنة. كلمتهم وحدة، الكرامة قبل كل شيء. هاد الأصوات خاصها توصل، وما يمكنش يبقى العامل والعاملة اللي كيصنعوا الملابس اليابان وأوروبا عايشين في الفقر والمهانة. حان الوقت يتبدل هاد الواقع.